الحكاية بدأت في ليلة شتا غبرة. الهوا كان بيصفر وصوت العربيات بره المشرحة هادي خالص. عم حنفي كان قاعد في أوضة الاستراحة بيشرب شاي، وفجأة الباب خبط خبطتين كده، تك تك. قام يفتح، لقى راجل طويل لابس بدلة شيك قوي بس قديمة شوية، ووشه شاحب زي الورق. الراجل سأله بصوت واطي: يا عم حنفي، الأمانة وصلت؟ عم حنفي استغرب، الأمانة في المشرحة؟ يعني جثة؟ بس الراجل ده شكله مش قرايب حد. قال له: أمانة إيه يا أستاذ؟ لسه مفيش حالات جت النهاردة. الراجل ابتسم ابتسامة غريبة وقال له: هتيجي كمان 5 دقايق، خلي بالك منها. ومشي واختفى في الضلمة قبل ما حنفي يلحق يسأله هو مين. فعلا مفيش 5 دقايق ولقى سيرينة الإسعاف جاية من بعيد، نزلت جثة لراجل في حادثة طريق. عم حنفي بدأ يجهز شغله، وأول ما كشف الوش عشان يبدأ الغسل جسمه اتقشعر. نفس الملامح، نفس البدلة اللي كان لابسها الراجل اللي خبط عليه من شوية، حتى نفس الساعة اللي كانت في إيده. وانتظروا الجزء اللي هيكون فيه الأحداث المرعبة، واشترك في القناة ليصلك كل جديد.